في مكالمة هاتفية سجن عند الأمريكان من 2006 إلى 2009 ثم سلم العراقيين في 2009. في 2006 في ديسمبر 2006 حكم عليه بالإعدام وهو في غيبوبة. حكم عليه بالإعدام ولكن لم ينفذ الإعدام لأنه كان عند الأمريكان. عام 2009 عام 2008 الأمريكان أعادوا محاكمته وبرئ من كل التهم لعدم ثبوت الأدلة. وفي 2010 أعيد محاكمته لما كان عند العراقيين وحكم عليه مجددا بالإعدام بدون محاكمة عادلة وبدون حضور يسري ولا أي محامي يمثله. بعد الثورة التونسية بعد 14 جانفي يجي رسالة من وزارة العدل العراقية تقول له أن أعيد حكم الإعدام عليك مجددا بنفس التهم والاعترافات اللي أخذت منك في التحقيق الأول. الأمر كان طبيعي جدا إلى حدود 30 جوان، يعني من 10 أيام تقريبا. نائب الرئيس العراقي صادق على تنفيذ حكم الإعدام في 5 عرب، تونسي وحيد وهو يوسف الإفريقي ابني، ليبيان، مغربي وسعودي. والرسالة هذه كما قال سيد أحمد هي رسالة سياسية للمقاومات العربية. أنا اللي باش نقول هنا هو الآتي: ولدي صحيح بريء من التهم اللي منسوبة إليه، لكن ليس بريء من مقاتلة الأمريكان، قتل منهم العشرات. ولدي يسري وأمثاله كثير مسرعا حتى يصدر حكم القانون الإرهابي، حتى يجرم كل شخص حمل السلاح ودافع عن دينه ودافع عن موطنه ودافع عن عروضه ودافع عن القيم بتاعه. أنا أقول لك اللي عمله يسري ما عمل حق شيء قدام التوانسة الآخرين اللي استشهدوا في الفلوجة الأولى في الفلوجة الثانية، قدام التوانسة الآخرين اللي قعدوا نهارين، وهذا كل حكاياها ليسري ورفاقه اللي قعدوا نهارين في سجن أبو غريب وهم يقاتلون الأمريكان وقتلوا منهم العشرات. يسري ولدي شيء ما عمله معه حتى قيمة قدام الناس اللي كانت تجسس على الطائرات الأمريكية هي تصور من فوق، وهنا توانسة هذا مقام. يسري ولدي شيء ما عمله قدام التوانسة اللي كانوا يهجموا على قاعدة أمريكية كاملة، وكان الأمريكان لا يتجرؤون بخوفهم وبجبنهم على أن يطلقوا رصاصة واحدة. المستكبرين في العالم مصيبتهم انهم لم يقدروا حقوق الشعوب حق قدره، ما اعطوش الشعب والشعوب والحق الشعوب حق قدرهم. مصيبتهم للطغاة المستكبرين والمتطبعين والناس اللي قاعده تنسى في هويه الامه هذه انها ما هيش مقدره حقيقه الشعب التونسي وحقيقه الشعوب العربيه. العالم كامل منطقيا لابد ان يتعلم من الشعب التونسي ومن الثورات العربيه اللي قاعده تعمل. العالم الان خايف من حقيقه ومن قوى الشعب التونسي حقيقه، لان عنده امكانيات في شبابه مهوله جدا ابهرت العالم كامل، والامكانيات اللي ما زالت مخزونه اللي ما زال يجي يوريها عن طريقكم انتم اكبر من اللي وروها لنا. العالم كل منطقيا لازم يتعلم من الشعب التونسي ومن الشعوب العربيه اللي قامت، والرساله بتاعنا لابد باش تكون رساله عزه على اختلافنا، رساله تضامن على اختلافنا. مع من يريدون التطبع؟ مع شكون يحبون التطبع؟ مع الجبناء؟ مع الظلمه؟ مع الشخص الذين لا يقاتل اللي قال فيهم ربي لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. الجندي الامريكي والجندي الصهيوني ما يجيش يقاتل فاس، ما يقاتلك الا في قرى محصنه او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والله تافهين. قسما عظما احسن تونسي اقل تونسي فينا وانا اقلكم، اقل تونسي فينا او انا اقلكم يلي تخيل قدام العالم كامل.
سيدي أحمد مع من يريدوننا أن نطبع؟ مع جبان أو مع ظالم؟ مع من يريدوننا أن نطبع؟ مع اللي خذانا أرضنا واللي خذانا يعني شعبنا واللي قتلنا في لساننا، مع شكون يحبونا نطبع؟ وش هي اللي يخوفهم؟ اللي يخوفهم هي هويتنا العربية والإسلامية، هذيك قوتنا. وهذا الاختلاف هذه وجهة نظر بتاعنا، هذه هي قوتنا. رسالتي إلى الرأي العام التونسي، ثم إلى السلطة التونسية الحالية وكل الأحزاب التونسية. لا أقول لكم أن في الأمر يستعجل، لأن أمر تنفيذ الأعدام يعني وقع عليه إقرار في 30 جوان ويمكن ينفذ في أي وقت. وأنا قلت لسيدي أحمد أني لن أستجدي أحد، ما نشفش نستجدي حتى وما نشفش نطلب حتى حد، لكن أقول للسلطة التونسية وأن إذا كان قمت بواجبكم، أقول للسلطة التونسية للرئيس المؤقت ولرئيس الوزراء ولوزير العدل ولوزير الخارجية، أنكم إذا كان تضامنتم مع الناس الصادقين وقمتم بواجبكم في الدفاع على ابنكم يسري، فهذا واجبكم وما عندكمش نسيه على حد، وهذا تبرئ لكم انتم، وهذا أقل واجب تقوموا فيه مع الشعوب العربية الثائرة. وأقول للحكومة العراقية واش تاخذ دم يسري برك؟ خذوا دم يسري وخذوا دمي أنا وخذوا دم الثلاثة اللي مازالوا. الشعب التونسي باقي وفي القيام تاعو باقي وفي مبادئه. أرضه لم تعرف القيد ولا